اختتمت اليوم في مدينة النعمانية مسابقة منبر الحسين عليه السلام الثالثة، والتي أقامتها مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام في محافظة واسط بقضاء النعمانية، وبرعاية العتبة الحسينية المقدسة. الحمد لله نجتمع اليوم في هذا الشهر الكريم وفي هذا المكان المبارك في اختتام وفي ختام مهرجان مسابقة منبر الحسين الثالثة، حتى كانت في الأولى في العام السابق الثانية والسنة الثالثة. وبحمد الله في هذه السنة رأينا ولمسنا هناك تفاعل أولا من جمهور النعماني، ثانيا بحيث أنه بعض البيوتات فتحت بيوتها للمشاركين من المحافظات. يعني مثلا عندنا 15 واحد من مدينة الديوانية، الأخ أبو حسن الحمداني ضيفهم لمدة 3 أيام يجون يشتركون، فصارت أشبه بالمواكب الحسينية. نأمل في السنوات السابقة أن تتوسع هذه المسابقة على مستوى محافظات الوسط والجنوب، وإن شاء الله تلاقي الدعم من العتبات ومن المرجعيات المباركة، من المرجعيات التغطية الإعلامية إن شاء الله نجدها في السنوات السابقة. بدأت هذه المسابقة بالموسم الثالث ب3 مراحل. المرحلة الأولى هو التأهيل، والمرحلة الثانية مرحلة التراث، والمرحلة الثالثة مرحلة إعداد الرادود بالاعتماد على نفسه في اللحن. والشكر لله كانت حصيلة هذه المسابقة استنتاج رادود متكامل، الشكر لله. العتبة الحسينية متمثلة بشعبة التبليغ الديني باركت هذه الجهود وأثنت عليها، مشيدة بجهود القائمين على هذه المسابقة. حقيقة قامت العتبة الحسينية شعبة التبليغ الديني في زيارة إلى محافظة واسط، إلى مدينة النعمانية، إلى هذه الفئة والثلة الخيرة والطيبة المؤمنة من الشباب الواعي، الذين هم كانوا طيلة هذه الأيام الفضيلة ينشئون براعم على حب والولاء لآل محمد صلوات الله والسلام عليهم، من خلال إعداد هؤلاء الفتية وتهيئتهم كرواديد. والرادود هو لا يختلف عن الخطيب، بالتالي هم يصبون في مصلحة واحدة وفي هدف واحد، وهو إصلاح سلوك الأمة، لأن باعتبار أنه رسالة الحسين صلوات الله والسلام عليه ما خرجت آشرا ولا باطرا إلا إصلاح هذه الأمة. فلذلك حقيقة كان للعتبة الحسينية حضور، وكانت هنالك كلمة. إضافة إلى ذلك بدأنا بتوزيع الجوائز على الأخوة الفائزين والمشتركين بهذه المسابقة. داعمين لهذه المسابقة، وأتينا من محافظة الديوانية دعما وإسنادا لإخوتنا في هذه المسابقة، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يديمها بنعمة محمد وآل محمد. نعم، هكذا مسابقات تنمي شبابنا، تأخذهم من الأماكن التي لا نرغب أن نذهب إليها، وهي يعني ولا يستحق أن نذكرها على منبركم. منبر الحسين هو المنبر الواسع، وسفينة الحسين هي السفينة الأوسع وسفينة النجاة، فمن أراد النجاة فليتمسك بسفينة الحسين بفضل محمد وآل محمد. ويبقى المنبر الحسيني خير مدرسة تنمي مهارات وقدرات الشباب ويوظفها بالشكل الصحيح، لا سيما في إحياء مناسبات أهل البيت عليهم السلام. لقناة النعمانية نيوز، علي هادي.